ممكن الشخص يكون مؤمن، ممكن يغني في الكورال، ممكن يكون مغني، ممكن يكون مرسل، ممكن يوزع منشورات، بس لو مش بيدفع العشور وبيقدم تقدمات لما يموت هيروح النار. أهلا يا جماعة، عاملين إيه؟ أنا القس أنطونيو جونيور، وفيديو النهاردة عايز أتكلم معاكم عن موضوع دايما بيعمل جدل كبير، وهو العشور. أنا كتبت هنا أهم الأسئلة اللي كل الناس بتسألها عن العشور، وهجاوب عليها في الفيديو ده. زي مثلا، هل العشور واجبة؟ لازم أدي كل العشور في كنيستي؟ ولا ممكن أنا بنفسي أساعد مؤسسات خيرية مثلا؟ ولو ما دفعتش العشور هتجيلي لعنة؟ الجراد هيخرب كل حاجة عندي؟ فينا نتكلم عن العشور في العهد الجديد، ويسوع قال إيه عن العشور؟ يبقى يستاهل إنك تفضل معايا للآخر، حتى علشان تقدر تساعد ناس تانية عندها أسئلة عن الموضوع ده. ماشي؟ بس قبل ما نبتدي عايز أطلب منك تشترك في قناتي هنا. دوس على الزرار اللي تحت الفيديو ده، اشترك، وجنبه هيظهر جرس. مهم جدا إنك تفعل الجرس ده وتختار خيار الكل علشان توصلك كل الإشعارات أول ما أنزل رسالة جديدة هنا على القناة. ماشي يا إخواتي؟ يلا بينا. مرة كنت في الكنيسة ومش هتصدقوا اللي سمعته من القسيس. القسيس قال إن اللي مش هيدفع العشور مش هيروح الجنة. وإزاي هو دعم الفكرة دي؟ هو ذكر مقطع من سفر ملاخي اللي بيقول إن شعب إسرائيل كان بيسرق من ربنا علشان هم ما كانوش بيدفعوا العشور، وبعدين ربطها بمقطع تاني من العهد الجديد اللي بيقول إن الحرامية مش هيرثوا ملكوت الله. فقال إن لو أنت مش بتدفع العشور يبقى أنت بتسرق، والحرامية مش هيرثوا ملكوت الله. بس ده هرطقة، لأنه أخد مقطعين خارج سياقهم الأصلي وجابهم لأيامنا دي. أكيد ناس كتير خافوا، ولأنهم مش عارفين الكتب المقدسة ومش عارفين كلمة ربنا، الشعب بيهلك وبيعاني. فيا إخواتي، لازم ناخد بالنا كويس جدا، لأن في ذئاب كتير في ثياب حملان، وفي ناس كتير بتخدع الناس. وفي كمان حالة تانية لأخت حكت لي إنه والدتها كانت تعبانة جدا وكانت محتاجة تاخد الدواء بسرعة، لكن الفلوس اللي مع البنت دي كانت مخصصة للعشور. فقالت لوالدتها إنها ما تقدرش تاخد الفلوس دي لأنها فلوس مكرسة للرب، وللأسف والدتها تعبت جدا. الحمد لله إنهم لحقوها في الوقت المناسب، لأنها قعدت فترة طويلة من غير ما تاخد الدواء ده، وده ما كانش ينفع. يعني يا أخواتي، أنتوا شايفين قد إيه الناس عندها صعوبة في التعامل مع الموضوع ده. الشكوك كتير يا أخواتي. أنا كمان سمعت عن حالة لراعي كنيسة قال اللي مش هيدفع العشور ما يرجعش الكنيسة تاني، كان لازم الأول يجيبوا الفلوس دي وبعدين يجوا الكنيسة دي. واللي حكت لي الموضوع ده كانت جدتي. جدتي كانت بتروح كنيسة خمسينية، كنيسة معروفة جدا في كل البرازيل، وهي زعلت جدا لأنها ما قدرتش تجمع الفلوس دي. يا أخواتي، أنا زعلت قوي من الموقف ده، وعشان كده حسيت إني لازم أسجل الفيديو ده ليكم. وأنا عارف إن موضوع العشور موضوع حساس جدا، لأنه بيتعامل مع خطية الطمع، سواء من ناس طماعة اللي بتعلم حاجات غلط عشان تكسب فلوس من وراء أعضاء الكنيسة، وبرضه من ناس طماعة اللي دايما بتدور على أي حجة عشان ما يدفعوش أي حاجة في الكنيسة وما يحسوش بالذنب بسبب كده. فالفيديو ده لينا كلنا، وأنا هبدأ أشرح دلوقتي. كلمة العشور بدأت في سفر التكوين الإصحاح 14 من الآية 18 لحد 20. أول ذكر للعشور كان بعد معركة، وهو رجع منها بثروات كتير. وبعدين قابل الملك والكاهن ملكي صادق اللي بارك إبراهيم، وبعدها إبراهيم حس برغبة إنه يدي العشور من كل اللي كسبه في المعركة. العادة دي أكيد كانت منتشرة جدا في زمن إبراهيم، وعشان كده موسى اللي كتب سفر التكوين ما شرحش كتير جاب إبراهيم الفكرة دي منين، خصوصا إن ملكي صادق ما طلبش منه كده هو. وبعد كده هنشوف العشور بتظهر في زمن يعقوب. الكتاب المقدس بيقول إن يعقوب كان بيهرب من أخوه بعد ما خدعه. وقتها شاف رؤية لربنا والملائكة نازلين من السماء على الأرض، وساعتها وعد الرب إنه لو ربنا باركه وبارك رحلته ونجحه، يعقوب هيدي العشور من كل اللي هيكسبه. لو قريت الجزء ده هتلاحظ إن يعقوب ما عملش كده عشان كانت شريعة، لكن لأنه كان فاهم إن ده مبدأ، وإن مبدأ العشور بيرضي الرب. والعشور هتظهر بعد الأحداث دي ب500 سنة بس، من خلال الشريعة اللي اتعملت لشعب إسرائيل
وبص على حاجة مثيرة للاهتمام. في الوقت ده ما كانش فيه فلوس، وعشان كده كان لازم الإسرائيليين يدوا 10% من محاصيلهم ومن الحيوانات اللي بيربوها لخيمة الاجتماع، زي ما مكتوب في سفر لاويين الإصحاح 27 الآية 30. العشر ده كان بيستخدم لرعاية اللاويين اللي كانوا متفرغين تماماً لشغلهم في الهيكل. بعد كده أنت ممكن تقرأ في بيتك سفر العدد الإصحاح 18 الآية 20. وكمان غير العشر ده، بني إسرائيل كانوا لازم يدوا عشر تاني علشان يمولوا احتفال أو عيد لله. شوف اللي مكتوب في سفر التثنية الإصحاح 14: افصلوا العشر من كل اللي الأرض بتنتجه كل سنة، وكلوا العشر من الحبوب والخمر الجديد والزيت، وأول مولود من كل قطعانكم قدام الرب إلهكم في المكان اللي هو هيختاره عشان يسكن فيه اسمه، علشان تتعلموا تخافوا دايما من الرب إلهكم. وكمان كان فيه العشر اللي لازم يقدموه كل 3 سنين علشان يهتموا باللاويين الفقراء والأرامل والأيتام واللاجئين. ده موجود في سفر التثنية الإصحاح 14 الآية 28 و29 اللي بتقول كده: في نهاية كل 3 سنين هاتوا كل الأعشار من محصول السنة الثالثة وخزنوها في مدينتكم، علشان اللاويين اللي ما عندهمش ملك ولا ميراث والأجانب والأيتام والأرامل اللي عايشين في مدينتك يجوا ياكلوا ويشبعوا، وعلشان الرب إلهك يباركك في كل شغل إيديك. فبصوا يا إخواتي، لو حسبتوا كل ده هتلاقوا حاجة مثيرة للاهتمام. هتلاقوا إن بني إسرائيل كان لازم يدفعوا العشور اللي كانت تقريباً 23.33% من كل اللي كانوا بياخدوه. عشان كده العشور في العهد القديم كانت بتشتغل كنظام ضريبي علشان تلبي احتياجات الناس، ومش بس كقاعدة دينية. ودايماً في السياق ده يا إخوة، العشور هتظهر في الكتاب المقدس من وقت الشريعة كأنها ضريبة أو جباية كان لازم شعب إسرائيل يدفعها. وعشان كده المقطع ده من العهد القديم من سفر ملاخي اللي بيقول إن شعب إسرائيل كان بيسرق من الرب لأنهم ما كانوش بيدفعوا العشور. ده لأنه بني إسرائيل كان عليهم واجب إنهم يوفروا احتياجات اللاويين والكهنة اللي كانوا بيهتموا بالهيكل، فلما ما كانوش بيدفعوا العشور كانوا بيوقفوا عمل ربنا، لأن لو هم ما عملوش الشغل ده مفيش حد تاني يقدر يعمله. يعني يا أخواتي، الهيكل كان بيقف تماماً، وحاجات ربنا كانت بتتهمل، وكمان الناس كانت بتبطل تتعلم من الرجالة دول إزاي يعيشوا حياة مع ربنا، وبالتالي كانوا بيرجعوا لحياتهم في الخطية وكانوا بيحصدوا اللعنات. الأمور ما كانتش بتمشي صح، وربنا نفسه قال إنهم كانوا بيزرعوا بس كأنهم مش بيشوفوا الحصاد، كانوا بيجمعوا فلوس بس كأنهم بيحطوها في كيس مقطوع. ففي سفر ملاخي الإصحاح 3 الآية 8 اللي كتير من القساوسة بيستخدموها عشان يخوفوا الناس. بالنسبة للعشور، الكلام هنا عن السياق ده مش عن واقعنا الحالي أو أيامنا دي، خصوصاً وإحنا ما عندناش مؤسسة زي زمان. وفي السياق ده كمان يسوع اتكلم عن العشور في المقطع الوحيد في العهد الجديد اللي بيتكلم عن الموضوع ده. شوف هو قال إيه للمتدينين في زمن: ويل ليكم يا معلمي الشريعة والفريسيين يا مرائين، أنتوا بتدوا العشر من النعناع ومن الشبت والكمون، لكنكم أهملتوا أهم وصايا الشريعة: العدل والرحمة والأمانة. كان لازم تعملوا الحاجات دي من غير ما تسيبوا الحاجات التانية. بصوا يا إخوات، بالنسبة لناس كتير الجزء ده دليل واضح إن كل الناس لازم تدفع العشور، بما إن يسوع بيتكلم في العهد الجديد. بس لازم نفهم حاجة مهمة جدا وقليل من الناس اللي يعرفوها. لما المسيح قال إن الناس دول لازم يطيعوا الشريعة، ده لأنه يسوع كان يهودي. يسوع اتولد تحت شريعة موسى زي ما مكتوب في رسالة غلاطيا الإصحاح 4 العدد 4، وعشان كده يسوع عاش حسب الشريعة. بس ركز معايا في اللي قاله في إنجيل متى الإصحاح 5 العدد 17 و18. ركز كويس، ما تفتكروش إني جيت علشان أبطل الشريعة أو الأنبياء. أنا ما جيتش أبطل، لكن جيت أكمل. بقولكم الحق، طول ما السماء والأرض موجودين ولا حرف صغير ولا نقطة من الشريعة هتختفي لحد ما كل حاجة تتحقق. يعني يا أخواتي، يسوع وضح إن الشريعة لازم تتنفذ حتى وهو في خدمته، لأنه لو كان خالف الشريعة كان هيبقى خاطي زيك زي أي حد، وبكده ما كانش هيقدر يحقق مهمته هنا على الأرض اللي كانت إنه يحرر الإنسان من الخطيئة.
وفعلا الكتاب المقدس بيقول إن يسوع نفذ كل الشريعة. الشيطان كان عايز يسوع يغلط في نقطة واحدة بس من الشريعة، وساعتها كان هيبقى خاطي زي أي واحد فينا. بس يسوع هو كان الشخص الوحيد اللي قدر ينفذ كل الشريعة. هو اتختن في اليوم الثامن، اتقدم في المجمع. هو استلم كهنوته وهو عنده 30 سنة، وعمل كل اللي الشريعة كانت بتؤمر بيه. وأكيد فاكر الموقف اللي يسوع فيه شفى 10 البرص. الكتاب المقدس بيقول إن واحد بس منهم رجع يشكر، ولما الراجل ده رجع وساجد للرب عشان المعجزة دي، يسوع قال له يروح للكاهن ويقدم له تقدمة زي ما موسى أمر في سفر اللاويين إصحاح 14. والنهاردة هل لما حد يشفى لازم يروح للكاهن ويقدم له تقدمة شكر على المعجزة دي؟ أكيد لا. عشان كده يا إخواتي مهم جدا نفهم إن العهد الجديد ما ابتداش مع ميلاد يسوع، لكن ابتدى من وقت موته. هسيب لك شوية آيات هنا عشان تشوف إن الكلام ده حقيقي. العهد الجديد ابتدى بس بعد ما يسوع مات وقام من الموت، وكده يسوع سلم روحه، الستار اتشق، وبدأت مرحلة جديدة في البشرية. وبكده انتهت كل شريعة موسى، وابتدى إنجيل الخلاص من خلال قيامة المسيح. آمين. إذن يا إخوتي لحد هنا أنا جاوبت على شوية أسئلة. أنت مش هتتلعن لو ما دفعتش العشور، وكمان مش عليك واجب تدفع العشور، كأنها ضريبة عشان تساعد في خيمة الاجتماع أو في الهيكل، لأن ده خلاص مش جزء من واقع الكنيسة دلوقتي. أولاً لأنه لو كان كده ما كنتش هتدي بس 10%، لكن كنت هتدي تقريباً 23% من دخلك، ولا أعتقد إن ده هيبقى تقيل قوي على ناس كتير. وده كان عشان يساعد النظام اللي كان شغال في العهد القديم واللي مش هو واقعنا دلوقتي. بس خليك معايا للآخر، لأني هوضح شوية حاجات مهمة جدا، وهقول رأيي وهوريك أنا بعمل إزاي في الموضوع ده. لو قريت العهد الجديد هتلاقي إنه بعد قيامة يسوع مفيش أي أمر ولا حتى آية واحدة بتقول إنك لازم تدفع العشور اللي هي 10%، لكن بالعكس بتقول إنك تساهم زي ما أنت قررت في قلبك. وده مكتوب في رسالة كورنثوس الثانية الإصحاح 9. أنا عايز أقرأ لك اللي قاله رسول بولس: كل واحد يدي زي ما قرر في قلبه، مش بحزن ولا غصب عنه، لأن ربنا بيحب اللي بيدي بفرح. آمين. بصوا يا أخواتي، الرسل كانوا فاهمين إن في العهد الجديد المسيحيين لازم يعيشوا على أساس الكرم، مش كواجب أو كأنه دفع ضريبة. زي إبراهيم لما قدم العشور لملكي صادق، ما عملش كده عشان قانون أو فرض، لكن كطريقة لتكريم وشكر الرب. ربنا بيحب اللي بيعطي بفرح، مش اللي بيعمل كده كواجب أو خوف من اللعنة. يعني المسيحي الحقيقي لازم يكون معروف بحبه وكرمه وإيمانه وطاعته، لأنه بيعترف إن ربنا هو اللي بيرزقه، وبكده بيكون عنده رغبة يساعد في عمل ربنا ويشوف ملكوت ربنا بيتقدم وبيوصل لناس أكتر من خلال التبشير والأعمال الاجتماعية. وفي كنيسة كورنثوس مثلا الرسول بولس قال إن المسيحيين لازم يخصصوا جزء من دخلهم علشان يساعدوا الكنيسة. شوف اللي مكتوب في رسالة كورنثوس الأولى الإصحاح 16 بالنسبة للجمع لصالح شعب ربنا: اعملوا زي ما أمرت كنائس غلطية. في أول يوم من الأسبوع كل واحد منكم يخصص مبلغ حسب دخله ويحطه على جنب علشان ما نضطرش نجمع تبرعات لما أوصل. بصوا يا إخواتي وركزوا كويس في اللي قالوا: حسب دخلك. ناس كتير بتسأل إذا الكتاب المقدس اتكلم عن العشر في العهد الجديد، بس زي ما قلت الكنيسة ما قالتش حاجة عن الموضوع ده. الكنيسة ببساطة خدت العشر من العهد القديم وخلته الحد الأدنى اللي بيتوصى بيه للمسيحي إنه يقدمه كعطية. أنا نفسي يا إخواتي اتبركت جدا لما بدأت أدي العشر كطريقة بشكر بيها ربنا لأنه بيوفر لي احتياجاتي. ده كان قرار أخدته أنا ومراتي مع بعض، وحاسس براحة كبيرة بسببه. أنا عارف إن في ناس كتير ممكن تنتقدني، بس أنا بحمد ربنا على الفرصة دي وعلى الشرف إني أقدر أساعد في عمل ربنا بال10% بتوعي. وبشوف ده كمان كطريقة إني أضبط نفسي، لأني في فترة من حياتي كنت قررت إني ما حددش قيمة أو نسبة معينة، بس لاحظت يا أخواتي إني في الآخر ما كنتش بساعد كتير،
لأني كنت دايما مستني تظهر فرصة أو حد يكون محتاج مساعدة. كانت فترة كنت عايش فيها برا وما كنتش بروح كنيسة، فلاحظت إن ده ما كانش كويس بالنسبة لي، ولما رجعت أدي العشور حسيت براحة كبيرة. ولحد النهاردة أنا ممتن جدا لربنا إني أقدر أساعد وأساهم في عمل ربنا. يا إخواتي، لازم ناخد بالنا كويس جدا من خطية الطمع. ما ينفعش نكون أنانيين، وما ينفعش أبدا نبطل نساهم. وزي ما بولس بيعلمنا، المسيحيين مش لازم يحسوا إنهم مجبورين يدوا دايما 10%، لكن على حسب دخلهم. أوقات ده معناه تدي أكتر من 10، وأوقات تانية معناه تدي أقل لو ظروفك مش سامحة. يعني كل واحد لازم يصلي ويطلب حكمة من ربنا عشان يساهم بأحسن طريقة، ومن غير ما يكون عنده الخوف ده إنه يتلعن. إنه يحصد لعنة، إنه المهلك يجي بيتك ويسرق كل اللي عندك. فإحنا لازم نفهم إن دي شريعة من العهد القديم. وللأسف يا إخواتي، أنا عارف إن في ناس كتير مش بتساعد. ممكن تشوف ده في كنيستك نفسها وهنا في كنيستي كمان، وده بيعطل جدا النمو وتقدم ملكوت الله، لأن كل حاجة النهاردة محتاجة فلوس، مش كده؟ حتى الرسول بولس كان بيطلب تبرعات، وكان بيطلب من الناس يساعدوا، لأنه كان عارف إن من غير فلوس الموضوع بيبقى أصعب بكتير. صح. وفي مرة من المرات استلم مساعدة من كنيسة فيليبي ومدح الناس دول. أنا عايز أقرأ لك اللي مكتوب في رسالة فيليبي الإصحاح 4. زي ما أنتوا عارفين يا أهل فيليبي، في أول أيامكم مع الإنجيل لما سبت مقدونيا ولا كنيسة شاركت معي. فيما يخص العطاء والأخذ، محدش غيركم عمل كده، لأنكم وأنا في تسالونيكي بعتولي مساعدة، مش مرة واحدة بس، لكن مرتين لما كنت محتاج. مش إني بدور على عطايا، لكن على اللي ممكن يتحسب ليكم في حسابكم. استلمت كل حاجة وعندي أكتر من كفاية. أنا دلوقتي عندي كل اللي محتاجه وزيادة. بعد ما استلمت من أبفروديتس التبرعات اللي بعتوها، دي كانت تقدمة بريحة حلوة، ذبيحة مقبولة ومرضية عند ربنا. إلهي هيوفر لكم كل احتياجاتكم بحسب غناه المجيد في المسيح يسوع. بصوا كده يا إخواتي، شوفوا البركة دي. بولس هنا فرحان جدا لأنه استلم التبرعات من الإخوة، وقال إن ربنا هيسد كل احتياجات الناس دي لأنهم أرضوا ربنا. طبعا دفع العشور والتبرعات مش معناه إنك مش هتحتاج حاجة أبدا، تمام؟ لازم أقول كده عشان في ناس كتير بتيجي تقول لي وتقول يا أنا بدفع عشوري وبأمانة، ليه الدنيا صعبة معايا كده؟ ليه دايما عندي ضيق في الفلوس؟ فإحنا يا إخواتي لازم نفهم إن العشور مش ضمان إن كل حاجة هتبقى كويسة في حياتك المادية، تمام؟ إحنا لازم نكون مدبرين كويسين لكل حاجة ربنا بيديها لنا، ولازم نسعى ورا رزقنا، عشان الفلوس مش هتيجي في إيدك كده لوحدها. يعني لازم نشتغل ولازم نعمل اللي علينا، ماشي؟ ودلوقتي هجاوب على شوية أسئلة شائعة الناس دايما بتسألني عنها. الأيام اللي فاتت صاحبي سألني وقال لي يا قسيس، أنا ما دفعتش العشور الشهر اللي فات، ودلوقتي هل لازم أدفع العشور الشهر الجاي أو الشهر ده مع العشور اللي فاتتني؟ فإخواتي زي ما قلت، في العهد الجديد العطاء مش ضريبة، لكن هو فعل محبة وفعل كرم. فلو الشهر اللي فات لأي سبب أنت ما ساهمتش، أنت مش مديون بالده لحد. المهم إنك ما تفقدش عادة العطاء، ماشي؟ يعني مثلا بولس هو ما قالش لإخوات الكنيسة إن لو ما قدموش حاجة يبقوا مديونين ليه، لأ، هو بس مدح الإخوات دول لما ساعدوه. وفي سؤال تاني بسمعه كتير من الناس، وهو السؤال ده: يا قسيس، لازم أدي كل حاجة في الكنيسة ولا ممكن أوزع عشوري زي ما أنا شايف؟ يا إخواتي، في العهد الجديد برضو مفيش كلام عن مكان معين لازم تدي فيه زي ما كان في العهد القديم. اللي أنا شايفه إن لو أنت بتحضر كنيسة يبقى لازم تساعد. أيوة، أنت بتستمتع بالمكان ده وقاعد على كرسي أتكلف فلوس، وأنت في مكان فيه مية ونور لازم يدفع ثمنه. في ناس مشاركة في الخدمة دي، فطبعا لازم تساعد كنيستك. الكنيسة كمان عندها مرتب القسيس اللي مكرس نفسه للخدمة، وكتير من الكنائس عندها ناس كتير شغالين بشكل مباشر في الخدمة. فطبعا أنا مع إنك تساعد في كنيستك، ماشي؟ أنا عارف إن ممكن ناس كتير تقول كده: يا قسيس، بس في كنيستي الناس مش بتساعد. يا قسيس،
أنا حللت الموضوع، الناس مش بتعمل خدمة اجتماعية. بس يا ترى الناس وكمان الكنيسة مش بتعمل كده عشان مفيش موارد كفاية؟ يمكن الموارد قليلة يعني. دي نقطة لازم تفكر فيها، ماشي؟ وبالنسبة إنك تخصص جزء من عشورك لمساعدة مؤسسات أو الناس المحتاجين، أنا شايف إن مفيش مشكلة في كده. اللي يهم هو نيتك من جواك. زي ما قال الرسول بولس، كل واحد يدي زي ما قرر في قلبي. تمام، ماشي؟ وفي سؤال تاني الناس بتسأله لي: يا قسيس، أنا أطلع العشور من الإجمالي ولا من الصافي؟ يا أخويا، لو أنت اتفرجت لحد هنا، أنت شفت إن مفيش قيمة محددة. أنت هتحدد في قلبك إزاي عايز تساهم، حسب ظروفك، على حسب ما بتحس بالفرحة إنك تشارك في العمل اللي ربنا بيعمله. فبنصحك الأول تدفع لموظفينك وكل مصاريف الشركة، وهتلاقي إن الربح الحقيقي أقل بكتير من اللي استلمته كله. ولو اديت العشور من المجموع الكلي، ممكن حتى تدخل في ديون. وفي ناس لو ادت 10 أو 15 أو 20% من اللي بيستلموه مش هيواجهوا مشاكل مالية. وخد بالك من حاجة، للأسف أغلب الناس اللي بتسأل الأسئلة دي عن العشور مش علشان هم عايزين يدوا 10%، لكن علشان هم عايزين يدوا أقل وعايزين يجمعوا فلوس أكتر. ولازم إحنا كمان ناخد بالنا من النقطة دي، لأن شغل ربنا لازم يكون في المقام الأول. لازم ندي أولوية لحاجات الرب. لازم نفهم إنه لما بندي أولوية لربنا في كل المجالات، ده كمان بيأثر على جبنا. إحنا فعلا بنرضي ربنا، لأن ربنا بيشوف نية قلبنا. آمين. للأسف الناس دايما بيدوروا على طريقة يبرروا بيها نفسهم عشان هم مش بيساعدوا في أي حاجة. ولازم نفتكر إنه في وقت التلاميذ في أول كام إصحاح من سفر أعمال الرسل، الناس دول كانوا بيدوا كل اللي عندهم. أوقات كانوا بيبيعوا ممتلكاتهم، كانوا كرماء جدا، ومحدش كان قاعد يحسب أو يقلق من الحساب، لأنهم كانوا حاسين برغبة كبيرة يشاركوا في حاجة أكبر بكتير من اللي عندهم. ويسوع قال إن فين ما يكون كنزك هناك يكون قلبك. فيا أخويا، لو أنت بتقدر عمل ربنا والناس اللي بيشتغلوا فيه، تقدر تكون متأكد أنت هتكون سعيد جدا. ربنا هيكفي احتياجاتك، لأن ربنا بيكرم اللي بيكرمه. يعني يا أخواتي، لازم نفهم كده، في قانون للكرم، والكتاب المقدس بيقول إن الكريم هينجح، واللي بيريح الناس هيرتاح هو كمان. فده هو المبدأ اللي كنت عايز أقدمه لكم هنا. لازم يكون عندنا فرحة. أنا مؤمن إن ده هو محور الإنجيل، نعمل كل حاجة من قلبنا علشان ربنا. كل حاجة بنعملها للناس لازم تكون كأنها للرب. أمين؟ ما تحسش إنك مضغوط، وبرضه ما تخليش حد يجبرك تعمل أي حاجة. لو أنت اخترت تدي، لو أنت اخترت تساهم، يبقى يكون من كل قلبك. أشكر ربنا بس، لأن ربنا بيديك القدرة، وده يا إخواتي ده امتياز. آمين. وعلشان نختم، في حاجة مهمة جدا، كل أعضاء الكنيسة ليهم الحق يعرفوا العشور دي بتروح فين. أنا عارف إن أغلب الناس بيقولوا كده، بس أنا بدفع العشور ومش عايز أعرف بتعمل بيها إيه. فعلا يا إخواتي، الكنيسة عارفة الاحتياجات أكتر من الأعضاء. اللي في القيادة فعلا عارفين إيه هي أكتر الاحتياجات، بس تقدر تسأل وتستفسر. أكيد العشور دي رايحة فين؟ ماشي؟ لازم يكون في شفافية في إدارة حسابات الكنيسة، لأننا مسيحيين، ولازم نكون صادقين في كل حاجة، خصوصا في الحاجات اللي ليها علاقة بربنا. وكمان لما يكون في شفافية، الأعضاء بيحسوا بأمان أكتر وبيميلوا يساعدوا أكتر كمان. أمين؟ وأنا عايز أديك نصيحة أخيرة هنا. خصص مبلغ كل شهر، وكل ما تستلم أي فلوس حط مبلغ على جنب، لأن ده هيعلمك الانضباط. لو فضلت مستني حد يجي ويطلب مساعدة، هتضيع فرص كتير تساعد في عمل ربنا. طبعا الرب مش محتاج فلوس، بس خدمته محتاجة. فخلي عندك عادة أنك تساهم، وساعتها هتكون بتستثمر في حاجة هتجيب ثمار للحياة الأبدية. آمين. أنا القس أنطوني جونيور، أتمنى أنك تكون استمتعت، وأتمنى أني أكون وضحت لك كل استفساراتك. ودلوقتي بطلب منك تشارك الفيديو وابعته لأكبر عدد من الناس اللي تعرفهم، عشان في ناس كتير عندها تساؤلات عن الموضوع ده، والموضوع مهم إننا نعرف إيه كلمة ربنا بتقول عن ده. ماشي؟ ربنا يباركك، ونشوفك في الفيديو الجاي.